أنا اسمي مراد. اتجوزت جواز تقليدي. كانت واحدة مناسبة وحبيتها مع العشرة، وبعدها حبيت واحدة واتجوزتها في السر، وعشت حياتي معاهم الاتنين سنين من غير ما الأولانية تعرف. لكن لما الموضوع اتعرف، مراتي طلبت مني الطلاق. أنا مش هقدر أبعد عنها وطلبت منها تسامحني، بس هي مصرة على موقفها، وأنا حاسس بالذنب ناحيتها. محتاج أعرف بس أتصرف إزاي. انتوا ليه بتجبروا الناس يعيشوا عيشة مش عاوزينها؟ انت رحت عشت العيشة اللي انت عاوزها واتجوزت عليها. ليه هي ما تعرفش؟ ليه هي ما يبقاش عندها حق الاختيار تعيش معاك ولا لأ؟ طبعا ما تعيش معاك. تعيش معاك ليه؟ ده انت خنت سنين وهي ما قفشتكش. ده انت اصلا يعني ما شاء الله عليك حريف. لا طبعا ما ترجعلكش، ويا ريت تفضل عايش كده ندمان عليها لغايه اخر يوم في حياتك. ومش انت بس، كل راجل خان مراته. يا رب يفضل عايش كده طول عمره ندمان عليها لغايه ما يموت.